الرسمة دي مشهورة في علم النفس، اسمها إنياجرام. إنيا باللغة اليونانية القديمة يعني 9، 9، ودي أنماط الشخصيات. في طبعا جدل في علم النفس بس ده مش موضوعنا. الشخصيات دي ما فيهاش كويس ووحش، كل نوع وليه مزاياه وعيوبه. هقول 4 أمثلة. الإصلاحي مثلا جاد ومنضبط لكن جادجمنتال، بيصدر أحكام ويدي خطب. الشخصية اللي عنوانها الخدوم بيحب مساعدة الناس بس في نفس الوقت مراوغ. المتفرد مبدع وعنده طلاقة في التعبير لكن منطوي وحاد الانفعال. المتحدي واثق من نفسه وصادق وقيادي لكن تصادمي ومتهور ويحب السيطرة. تقدر تقرأ أكتر عنها لو حبيت في البوست العربي. الشخصيات دي كمان مش علب، كل نمط من دول مادد أجنحة على أنماط تاني. طيب هل ده كلام عن علم النفس؟ لا، ده كلام عن الإدارة. الإنياجرام لسه مستخدم في الاتش ار وإدارة المجموعات بشكل عام. أولا لأنه بيساعدك وانت بتكون التيم بتاعك زي الكوتش تمام. محتاج شخصيات مختلفة لمهام مختلفة علشان التيم ينسجم، وإلا ممكن تلاقيك جبت ناس كل واحد فيهم زي الفل بس مع بعض كارثة. الغلطة الكبيرة اللي بيقع فيها بعض المديرين هو إنهم يعينوا بس اللي شبههم، إما علشان نرجسية أو بسبب قلة المهارات الاجتماعية اللي بتخليهم ما يعرفوش يتعاملوا مع ناس مختلفين. مش هتقدر تتطور انت شخصيا إلا قد ما بتقدر تستوعب اللي حواليك شايفين العالم ازاي. في قصة أمريكي أصدر السنة اللي فاتت كتاب اسمه طريق العودة إلى نفسك، بيضرب مثل ممتاز في النقطة دي. في جلسة دعم لمجموعة من الآباء اللي أطفالهم ضعاف البصر جدا، الطبيبة طلبت منهم في أول جلسة يلبسوا نظارة تخليهم يشوفوا العالم زي ما أولادهم بيشوفوه. كل الأمهات والآباء انفجروا في البكا، ما كانوش متخيلين إن ولادهم بيشوفوا العالم كده. دول آباء عايشين مع أطفالهم طول الوقت والمفاجأة صدمتهم. طيب ما بالك وإحنا بنتعامل مع أغراب كل واحد فيهم فعلا شايف العالم بطريقة مختلفة. لو ما تعرفش أنواع الشخصيات ممكن تحسبها غلط. إنما التمانية مثلا ممكن في لحظة ضغط ينسحب ويتقوقع، انت بتفتكره اتهزم. لا، ده بيبقى بيشرب بنزين علشان هيجي يولع فيك. والعكس، ممكن يتحداك بس ده بيكون تعبيره عن الاهتمام. كل ده محتاج معرفة. إدارة الأشخاص محتاجة ثقافة ومعرفة.